الاعلام او الميديا المثالي بالنسبه للصوفي بحال السي فوزي الصقلي. الاعلام في ذاك الوقت لعب واحد الدور خطير جدا، كيفاش انه ولاو كوسائل ديال الحرب. تتقول لي كنتي هاد التصوف تيقول بلوس تيبعدنا تنكونوا في واحد الانعزال. الخروج اللي بغينا نقولوا الاعلان والاعلام جا بهذا الاضطراب. الاشكال اللي غيتطرح على لي ميديا كيفاش نتعاملوا مع الاسلام كحضاره من غير الجانب الاخر ديالها. وحيه ماشي حضاره حضارة تتكلم عن حية. التاريخ، لا الحضاره ديال من فهم الحضور. والاعلام تتكلموا على الاسلام كاسلام ديال التطرف، والاسلام ديال العنف، والاسلام ديال كذا. تنقولوا ماشي هذا هو الاسلام اللي تعرفوا، ماشي هذا هو الاسلام اللي تعرفوا في المغرب، ماشي هذا هو الاسلام اللي تعرفوا في الاوسط ديالنا. السلام عليكم، معكم الدويب محمد. مرحبا بكم في هذا البودكاست الجديد أنا والميديا. علاش أنا وعلاش الميديا؟ غادي نبدأ بالميديا لأن الميديا هي حياتي، لأن أنا كإعلامي وكصحفي هذه 25 عام كنت ديما كنهتم بالميديا وكنت ديما كنكتب على الميديا. دونك جاء الوقت باش ندير برنامج على الميديا، ولكن ما غنديرش برنامج باش نهضر فيه على الميديا اللي هو غادي نهضر فيه على الأنا. فضلت بأن نعطي الكلمة للشخصيات اللي كنقدرهم واللي كنحترهم واللي في عديد من المجالات باش يتكلموا لي على حياتهم مع الميديا، على علاقتهم مع الميديا اللي غنية بتجارب كبيرة. كنتمنى بأن هذا البودكاست يضيف واحد القيمة راقية جدا للإعلام وصناعة المحتوى في المغرب. في هذا أول حلقة أو بودكاست ديال أنا والميديا، وفي هذا الجو ديال الروحانيات، حنا في أواخر رمضان 2025 وكنتواجدوا بمدينة فاس، المدينة الروحية والمدينة العتيقة. عندي الشرف وأنا محظوظ جدا بأن شخصية مرموقة كسي فوزي الصقلي تقبل بكل يعني فرح يعني العراضة ديالي باش يكون معايا أول شخصية غدير معايا أنا والميديا. فأنا كنشكرها بزاف على الحضور ديالها. بغيت نقول بأننا فاس ولكن في واحد يعني بالي الفرج، قصر الفرج اللي هو كيستقبلنا كيضيفنا، وبغيت نشكر مسؤولين عليه لأن هذا مكان جميل جدا. فاحنا محظوظين جدا باش نكونوا في مكان جميل ويكون معنا شخصية مرموقة باش غدير معنا واحد 50 حتى 60 دقيقة باش نهضروا على علاقته وحياته مع الميديا. سي فوزي الصقلي، مرحبا بك. شكرا. أنا فخور جدا ومحظوظ باش تكون معايا في هذه أول حلقة. كنتي من أول يعني الناس اللي حبدوا الفكرة ومشى معايا بلا ما يدخل معايا في تفاصيل. يعني ما عيطت لك قلت لك فوالا المشروع، قلتي لي أنا معاك. كان خصنا نحدوا واحد الوقت المناسب. دابا احنا في أواخر رمضان في مدينة فاس. أنا جيت سعيد يعني مستوى الشخصي باش نديرو في مدينة فاس ونديرو معاك في هذا الجو الروحاني. كنتمنى لك عواشر مباركة باش نبداو. سي فوزي الصقلي، مرحبا بك في أول حلقة ديال بودكاست أنا والميديا. الجمهور أو نقول الغالبية تعرفوك بسي فوزي الصقلي اللي الاسم ديالو اتصل بواحد المهرجان كبير اللي كتعرفوا مدينة فاس اللي هو مهرجان الموسيقى الروحية، وأخيرا مهرجان اللي أسستيه ديال الموسيقى يعني الثقافة الصوفية ديال فاس. أنا كنعرفك كدكتور يعني في الأنثروبولوجي والإثنولوجي ديال الأديان أو الديانات، ولكن كنفضل يعني هذا تا هو درنا غنديروه واحد بحال غنديروه واحد يعني في البرنامج في البودكاست كنخليو الضيف يقدم راسو
بعجاله باش يحاول يتقرب من الجمهور شي حوايج اللي كيعتبرهم مهمين بالنسبه ليه، فاللي يمكن لك تقدم بواحد العجاله يعني على المسار ديالك وعلى الاهتمامات ديالك، يعني على في العلميه ويعني حتى في المجال العلمي في المجال الثقافي. شكرا سيدي دويب على الاستضافة، شكرا جزيلا، ومرحبا بك فاس بهذه الأجواء ديال الأيام الأخيرة ديال رمضان الكريم. يمكننا ناخذ الأمور من جهات مختلفة. الجانب الأكاديمي اللي بغينا نقوله هو الأنثروبولوجيا والأنثروبولوجيا ديال الأديان بصفة خاصة. والآن نتكلف بواحد الكرسي اللي هو كرسي ديال جيوسياسات الأديان والثقافات في الأكاديمية ديال المملكة المغربية، وهذا واحد الشرف كبير، لأن الآن كأنه واحد التتويج ديال واحد المسار حول هذا الفكر حول الأديان والدور ديال الأديان وديال الثقافات، لا في ما يخص الاصطدام بينها أو إمكانية صناعة واحد النوع ديال التلاؤم وديال التلاقح وديال السلام وما إلى ذلك. وعلى المستوى الشخصي هو اهتمامي بالتصوف، واللي ألفت فيه واحد كتب، مجموعة ديال الكتب، وتنقوم هذه مدة طويلة بمحاضرات حول هذا الموضوع. ولكن قبل كل شيء انتمائي للتصوف وللطريقة الصوفية وللذكر الصوفي، وهذا هو ربما اللي تيجعل أنه أنا عندي هذا اللي بغينا نقول الاهتمام التطبيقي، بحيث أنه هذه الأفكار عندها واحد الجانب أكاديمي، ولكن عندها كذلك واحد الارتباط بالممارسة. وهذا هو ربما اللي جاء في واحد الوقت معين باش يكون الفكرة ديال المشاريع الثقافية اللي تكلمت عليها. يعني المهم في هذا المسار هو ما كنكونوش يعني في ديما غير في يعني في كنكونوا في التطبيقي، ما كنبقاوش يعني غير في التصور وفي هذه باغمي يمكن الشخصيات القليله اللي يقدروا بانهم يوصلوا تيوصلوا يعني هذا المجال يعني الجمهور العام، لان ما كانش سهل. وهنا كيجي الموضوع ديال الميديا والاعلام. كنهضر على الميديا، ما كنبغيش نهضر على الاعلام لان الاعلام عنده واحد الصفه محدوده. كنهضر على الميديا لان فيه يعني الوسائل الاعلام التقليديه، وفي ما يسمى هاد الوسائط الجديده في الديجيتال وفي النيميريك. والسؤال ديال اللي كيتبادل الذهن ديالي هو يعني كشخصيه ديال فوزي الصقلي، يعني هاد الصوفي واللي في يعني شنو هو بالنسبه له يعني باش غنبدا بواحد السؤال كبير يعني الاعلام او الميديا المثالي بالنسبه للصوفي بحال السي فوزي الصقلي؟ شنو هو بنتي لو ميديا ايديال يعني اللي مشيتي في التصور ديال السي فوزي الصقلي؟ شنو هو بالنسبه له الميديا ايديال اللي يمكن له يقراه او يشوفه او يعني يكونسوميه؟ شنو هو يعني هذا الميديا المثالي بالنسبه له؟ كيفاش كيتصوروا؟ العلاقه اللي كاينه مع الميديا هو الى جينا ناخذوا الفكر الصوفي، هو الانسان اللي تيكون تيمارس هذه التربيه الصوفيه ما تيكونش عنده واحد الرغبه الحقيقه في الظهور، بحيث انه اللي هو معتمد هو واحد النوع ديال الانس الروحي، واحد الاتصال مع الروح اكثر من اتصال مع الخارج. بارادوكس. كاين بارادوكس، كان واحد الحيره. كان واحد اذا هذه المساله هذه جعلت انه بطبيعه الحال بواحد السنين الاولى ديال الاهتمام ديالي بالتصوف، لان درسته على المستوى الاكاديمي وفي نفس الوقت كنت نمارسه. اذا كان واحد النوع ديال الاعلام اللي بغينا نقولوا للتواصل من خلال الكتب من خلال المحاضرات، لان درت واحد المجموعه ديال الكتب باللغه الفرنسيه واللي ترجمت للغات مختلفه.
وبطبيعة الحال ربما الاهتمام الأول هو مما صدروا هذه الكتب، كانت واحد مجموعة ديال الدعوات ديال إقامة محاضرات في علاش؟ لأن هذا الجانب ما كانش معروف بالشكل الكبير من غير عند المختصين. كان واحد يعني كاين في واحد ليليت، يعني حلقات واحد الحلقه ديال صغيره، الأكاديميين ديال الباحثين متصوفين فهمتي. متصوفين ولا الجامعات الباحثين الأكاديميين ومن مختلف البلدان. كان واحد مجموعة ديال المعاهد اللي هي متخصصة في التصوف وكذا، لأن التصوف كان عنده واحد الحضور قوي جدا في واحد الوقت في المغرب وفي العالم الإسلامي. كتقول حضور قوي، يعني فين كتحب تحطو؟ كتقول يعني في واحد، حيت باقي يعني عنده حضور قوي التصوف في المغرب، يعني غير كان يواكبوا الحياة اليومية على اه جميع المستويات. الثقافة الشعبية مملوءة بهذه النفحات ديال التصوف، بالحكم ديال التصوف، بالسلوكات ديال التصوف، الترابي كانوا ديال يمكن الترابي ديالنا كانوا ديال كانت التصوف. التصوف بحال تنقولوا اللوجيسيال ديال الحياة الثقافية. هو اليوميه. هو الأديان. إذا هذا كان موجود بطبيعة الحال، وهذا هو اللي كان الجانب ديال الدراسة ديالي في هذه المسألة. من بعد بطبيعة الحال دخلنا لواحد العالم جديد اللي فيه واحد النوع ديال اللقاء وبعض المرات الاصطدام ما بين ثقافات مختلفة، الثقافة الغربية، الثقافة المغربية، الثقافة العصرية، الثقافة التقليدية وما إلى ذلك. هذا كله خلق واحد مجموعة ديال الأمور اللي هذه المسألة ما بقاش بواحد الشكل موجودة بشكل تلقائي داخل المجتمع. كاين اللي ولا تيدرس التصوف حتى في المدارس، حتى في الثانويات مثلا في الأقسام ديال الفلسفة، على الشكل كأنهم مستشرقين تيشوفوا التصوف. وبعد شي مرات حتى واحد النوع ديال الاستشراق غير متعمق، بحيث انه تيحسبوا التصوف هو الزهد، هو انه الانسان تيتخلى على المجتمع وتينزوي وتيمشي للقمم الجبال. ما كندخلوش في معرفة سطحية، وبعد شي مرات في اكثر من الاحيان تتكون مغلوطة. انا شفتك بواحد المرات يعني تقلقتي يعني في فيديوهات قبل ما نوجد هذا البرنامج. ما غنقولش الاسماء وما غنقول، يعني كنتي في شي ندوات ملي تشوف بان كتكون المعرفه السطحيه، واخا السي فوزي الصقلي يعني تيكون هذا، ولكن تتحس به بان ما تيكون مع بعض الناس اللي تيكونوش متعمقين في المساله وتيبداو يديروا يستخلصوا شي نتائج، فتنحسوا بواحد واش هذا حيت يعني حتى يعني الميديا ما تيلعبش واحد الدور مهم باش يوصل داك حيت التصوف باش يمكن لك توصلو ويعني وتتكلم عليه يعني بواحد سيغتان، يعني تنقولوا بواحد النقد اللي يكون في المستوى، يعني كيدير اشكال. يعني بغيت في هذا الباب هذا، يعني كنتي تتقول لي كنتي هاد التصوف تيقول باش تيبعدنا تنكونوا في واحد الانعزال. كيفاش فوزي الصقلي خرج يعني خرج المعمعه انا قلت الانعزال ماشي اجتماعي، واحد الانعزال في ذاتي، بما انه الانسان ماشي بالضروره خصو يبين بعض الاشياء وهذا الشيء كله تعيشها في الذات ديالو، ولكن هو كشخص يمارس كل الاشياء الاجتماعيه، بل اكثر من ذلك. اعتقد انه يمكن تمارسها بواحد الشكل اعمق مادام انه عنده واحد النوع ديال المصالحه مع النفس، بمعنى انه هذا يمكن يعطيه واحد القوه وواحد الطاقه في الممارسه. واش تيكون حتى عند الصناع مثلا التقليديين اللي كانوا كلهم متشبعين بالروح ديال التصوف، وكان عندهم ديك الفكره ديال الاتقان، ديال الاحسان في العمل ديالهم وهذاك الشيء كله، لانه عايشين هذا الجانب ديال واحد النوع ديال الاطمئنان، واحد النوع ديال الحياه الروحيه، وهذا تيتجلى في الاعمال ديالهم وتيتجلى في العلاقات ديالهم الاجتماعيه. اذا هذا هو اللي ما خصناش نكون تنظنوا ان هذا الانعزال هو انعزال اجتماعي، واحد النوع ديال الانفراد، بل هو في الحقيقه وجود داخل المجتمع ولكن بواحد الروح معينه. هذا الجانب هذا بطبيعه الحال كانت هي بغينا نقولوا الانسان تعيش اكثر مما يتكلم عنه. كي تيقولوا
كيف التصوف الأوائل اسم بدون مسمى، اه بمعنى أنه هو حقيقة ولكن معاشة عايشه معاشة. ماشي تتباهى بها وكي او تقول ربيعة العدوية: من ذاق عرف، منطقه. من وصف فما اتصف. هذه القضية هذه، إذا هذا هو الجانب. ولكن أنا اللي جعل هذا التحول من مستوى ديال حتى المحاضرات إلى مستوى أكثر اكثر يعني فيما اعمق. يخص العلاقة مع الإعلام، هو حرب الخليج. 90 حرب الخليج التسعينات. في التسعينات، اللي كان هذاك الاقتحام ديال العراق للكويت وما ترتب عنه من مجموعة ديال العالم كله. الإشكاليات الجيوسياسية على المستوى كان واحد النقلة نوعية كبيرة على جميع المستويات. إذا هذا الجانب هذا دخلنا من خلاله فيما سمي فيما بعد باصطدام الحضارات. حضارات لا غير دي سيفيليزاسيون الشوك دي سيفيليزاسيون ديال سامويل هوتينغتون، اللي تقريبا واحد عامين 3 سنين من بعد هذا الاصطدام دار هذا الكتاب ديال كلاش اوف سيفيليزيشن، واللي ولا مرجعيه في الدراسات ديال العلاقات الدوليه، واللي تيعتقد من خلاله ان الاديان غتولي هي ماشي البلدان ولا الاوطان ولا الايديولوجيات، بل الاديان والثقافات هي اللي غتولي الموضع ديال العلاقات الدوليه، والعلاقات السياسيه، واللي غادي تدخل في واحد النوع ديال العلاقات ديال الصدام وديال ميزان القوه. إذا هاد الأشياء أنا واش كان الكتروشوك بالنسبه لك وكان الكتروشوك حيت عندي الا رجعت معك غير شويه اللور الا سمحتي، كان عندك دوز الكتروشوك. كانت عندك يمكن واحد في لي زاني يعني في السبعينات ملي مشيتي تقرا كنتي يعني قبل ما دير يعني تمشي لفرنسا باش تكمل قرايتك، كان عندك واحد الاصطدام اللي كنتي بعيد على هادشي ديال يعني التصوف ولا الصوفيه، ولكن واحد الكتاب اللي جعلك ديال جلال الدين الرومي كانت اون تراديكسيون، وهذا الكتاب اللي يعني عطاك واحد الكتروشوك، عاد دخلتي في هذا الميدان وعرفتي من بعد بان هذا الشيء راه كان عندك في يعني في العائله ديالك وماشي غير يعني من قديم وهذا الالكتروشوك. الا سمحتي هذا الالكتروشوك ديال هذا الكتاب وديك ملي كتكون عندنا 23 عام 24 5 وحنا في فرنسا وكنشوفوا كتاب على التصوف وعلاقتنا في المحيط ديالنا ديال الميديا كيفاش كانت، شنو هذيك المرحله، شنو باش تفكرك ديك المرحله يعني حتى علاقتك حتى مع الميديا. يعني مثلا نشوفوا كتاب تراديكسيون دايوغ اللي عجبك هو التراديكسيون، من بعد يعني كانت عندك واحد العلاقه يعني جميله جدا مع مولات اللي كتبت الكتاب، نخليك انت تتكلم عليها. واش جاك يعني كان واحد باش تكتب، باش تبحث، باش تقرا، باش تمشي تكونسومي الميديا، باش شنو هو كان ديك يعني في ديك الجو ديال يعني واحد شاب ديال 23 عام في واحد المحيط اللي ماشي هو المحيط ديالو، فرنسا اللي هي معروفه هي عندها واحد الاعلام وعندها واحد كيفاش كان يعني في عجاله كيفاش كانت ديك المرحله كيفاش عشتيها في إذا غنرجعوا من بعد الحرب الخليج وكيفاش انه الاعلام في ذاك الوقت لعب واحد الدور خطير جدا استراتيجي. مازال تتذكر كيفاش انه ولاو كوسائل ديال الحرب فكريه ثقافيه ديالها وديال تأجيج هاد الاصطدام ما بين الثقافات. اذا هنا غادي تطرح الاشكاليه ديال شنو هو الدور ديال الاعلام. واش يمكن يكون بهذا الشكل، واش ندخلوا في واحد النوع ديال الاصطدام ديال الحضارات من خلال الاعلام، ولا يمكن الاعلام يلعب واحد الدور اخر؟ اذا هذا السؤال اللي يمكن نرجعوا له. اما بالنسبه لي هذاك الوقت بطبيعه الحال كنت بحال واحد المجموعه ديال الاسر، كنت مشيت باش ندير الدراسات ديالي، ولا سيما ان كنت في التوجه علمي ودير الرياضيات. هذه ما نشيرش لكن كنت عندك توجه علمي ودير الرياضيات. اذا ما كانش عندي واحد الفرصه يعني باش نكون تنهتم بهذا الجانب الايديولوجي وبواحد الشكل خاص، ولا حتى بشكل معمق بالجانب الديني. ولكن هذيك
الغربه والتساؤل وداك الوقت ديال كانت السن اول مره في التساؤل السن السي في فوزي السن الصقلي في ما كانش السن قبل التساؤل لا يعني. دائما هو كاين ايه ولكن ملي تتبدل المحيط المحيط بواحد الشكل كبير، هنا داك التساؤل تيولي وجودي، اه تيولي وجودي وتيولي مصيري. امم شنو هو شنو غنقسم نسول شنو هو اه الطريق اللي غادي تاخذ؟ اه واش الطريق الغربيه المحضه مع الاشكاليات اللي كانت موجوده موجوده مع معلوم. الماركسيه مع الايديولوجيات السياسيه مع حنا في الجامعات دابا ما معلوم حنا في المحيط الجانب العلمي، ديال ولكن كان المحيط واحد الغليان معلوم على معلوم جميع المستويات. معلوم. ولا شيء اخر، ولا انه في ذاك الوقت الجانب الديني ما كانش حاضر موجود بالشكل اللي غادي يكون امم غادي يجي من بعد. اذا هذا اللي جعل انه هذه المسائل جعلتني انه نبدا نبحث على بعض الكتب فلسفيه اللي عندها واحد التوجه ديال هذا التساؤل الوجودي ديال معنى الحياه، وبشكل متدرج نحو الكتب عندها واحد القيمه. النفس روحي. امم والكتب امهات الكتب ديال هذا الجانب، مثلا حتى في الصين، حتى في بلدان يعني مشيتي مختلفه. تاو تو كينغ مثلا، معلوم. الليفر دو لا بوا دو لا ما فيرسي بقيتش محاط غير على المحيط يعني ديال ديال لاو تسو. الدين انا كنت هذا التساؤل كان عام، ماشي امم داخل في واحد اطار واحد الاطار الديانه معين. بطبيعه الحال حنا الاصل مولود ديالنا والبيئه ديالنا الاصليه الاسلام، ولكن هذا انفتاح. ما كانش يمنع انه كاين واحد التساؤل مم. بواحد الشكل عام حول المعنى ديال الحياه، واللي ربما داك الشكل ديال التدين التقليدي ما تيجاوبش عليها بشكل كافي. حنا دابا مثلا هادشي يكون يذكرنا حتى في الغزالي. معلوم. وحنا راه حيد. قبل حين شفت واحد الكتاب هنا اه ديال احياء علوم الدين دين اكزاكت. ديال ابو حامد الغزالي، اللي هو كان عالم من العلماء من القمم ديال العلماء الكبار ديال وقته. ودخلوا واحد النوع ديال بحال الشكوك، ماشي حول الايمان، حول العمق ديال ديال الايمان. اكزاكت تيقول واش انا شنو هو المستوى ديال اليقين اللي ديال اللي عندي. عندي لان يمكن تكون اللي عندك واحد الاعتقاد، ولكن هذاك الاعتقاد شنو هو المستوى ديالو ديال الحقيقه، شنو هو وكنت حقيقه هذا الاعتقاد. وكنت قلتيها في واحد المحاضره وعجبتيني فيها لان ودايما كان هاد الفرصه كان باش نقول خصكم تشوفوا الفيديوهات راهم موجودين يعني في يوتيوب ديال السي فوزي الصقلي. انا كاش رائع جدا لان شي حويجات اللي يمكن لك تتفهموا في ديك لا فيديو اللي كما قلتي تيصيفطوك المراجع. كنتي قلتي واحد في واحد الباساج ديالك في واحد الفيديو الغزالي دار ميم اون ميثودولوجي على الدوت. يعني في ذاك الوقت كيفاش يمكننا نديروا ميم مؤسسات ديال كيفاش نتعاملوا معاه وهذا كيشترني علاش لان باش نعاود نجبد ديما كنجبد الموضوع ديال الميديا يعني حتى في لا ميثودولوجي حتى فيزافي د الميديا كيفاش ملي تنقراو الميديا او تنشوفوا الميديا كيفاش احنا عايشين في واحد العالم اللي ولا فيه اليقين شي المصداقيه كيفاش هاد لي ميثودولوجي وكنرجع السؤال عاوتاني الاول هذاك الصوفي ملي تيتعامل مع الميديا شنو هو اليقين عنده كيفاش شنو هما ديك لي لابليكاسيون نقولوا شنو هو اللوجيسيال. عجبتني ديك الكلمه اللي قلتي في الاول ديال شنو هو اللوجيسيال اللي تتخدم به. مثلا ملي كتقرا واحد المقال صحفي مكتوب على الاديان او مكتوب يعني على الريليجيو او على التصوف او على الميادين اللي انت تبارك الله عليك يعني متبعها وعندك عليها عندك فيها واحد الريكول كبير. شنو هي لا غري ديالك اللي شنو الميثودولوجي ديالك شنو هو الاول حاجه تلاحظ باش تقول هذا الشيء فيه ما يتقرا وفيه ما يدار ولا فيه ولا هذا الشيء راه ماشي في المستوى ديال يعني ديال الميديا اللي غيكون مهم بالنسبه للقارئ اللي غيتفهم به القارئ ولا غادي يمكن يجيد به القدام. وهذا هو. انا بحال دابا انا ذاك الوقت ملي كنت ندير الدراسه وكنت عندي واحد الفكره ان ربما اذا كان واحد الميدان اللي يمكن يكون فيه اليقين هو الرياضيات. لانه الشيء الاخر كله فيه الشكوك. كلشي فيه الشك كلشي فيه الشك لانه الشيء الاخر قد تصيب، قد تداو بطبيعه الحال تكون خطا بشكل نهائي. اذا هذا الاشياء كلها فيها درجات من هذا. اذا مثلا كان ملي تكون واحد البرهنه وتكون واحد الاعمال اللي هي رياضيه توصل لواحد النتيجه اللي نعتبرها حتميه معلوم واللي هي عندها واحد المستوى
مطلق ولا قطعي ديال الحقيقه، الا انه عاد فهمت من بعد ان هذه المساله تطبق بواحد العالم ديال الماديات ماشي ديال المعاني الانسانيه معلوم. مثلا. والا كان الرياضات غتكون في عوض الفلسفات وفي عوض الاديان وفي عوض كل شيء صافي غننتهوا غنخدموا غنقولوا صافي عندهم غير الحسابات. ولكن هذه الحسابات هو لو كونتيتاتيف الكمي ليس النوعي، بمعنى انه بعض المسائل مثلا نتكلموا على المسائل الانسانيه، المحبه المحبه اش غادي ديرها في المعادله في ليكواسيون ما يمكنش. شنو هو مثلا الاخلاق القيم، ما هي الاختيارات الوجوديه الاساسيه التي كل انسان ياخذها في حياته. اذا وشنو هي الحكمه مثلا ديال الحياه. معلوم. اذا هذه الاشياء كلها تطبق في واحد المجال اخر. هذا ملي بديت نفهم هذه الاشياء بديت نشوف شنو هو الكتب اللي يمكن لها تعطينا هذه الاشياء، هذا الشحنه ديال المعاني. واللي كان تيبان لي هو انه خصنا نمشيو واحد الكتب اللي هي عتيقه واللي هي تجاوزت الحدود ديال الزمان وديال المكان، بحيث انه قرون هي موجوده وسنرجع لها وتنقول شنو هو اللي تيجعل انه مثلا هذا المحتوى ديال هذه الكتب عنده هذا التاثير على الانسانيه، وباقي عنده تاثير. يعني انت ملي تقرا حتى دابا ملي تقرا يعني الغزالي كما قلنا، او تتقرا يعني جلال الدين الرومي، او تتقرا باقي عندك عليهم تتحس بان بحال اللي يعني هذا الشيء تيتجاوز الحدود الماديات. اذا هذه الاشياء هو اللي جعلني انه نفهم ان هنا كاين بعض الاشياء اللي خص عاد الانسان يكتشفها، ولا سيما ملي بان انه هاد المسائل العميقه القراءه فيها غير مرحله، يعني غير الدخول، غير الباب، يعني غير العنوان، ولكن الداخل شيء اخر ما يمكن الانسان يوصل له الا بواحد الممارسه، بواحد النوع ديال الانسان يرجع للذات ديالو ويتعمق فيها، شويه المصالحه مع الذات، ويتعمق فيها ويعرف ذاته. بعد اول حاجه يعرف عاد يتصالح. من عرف نفسه فقد عرف ربه. هذا المذهب يعني البعض تيقول حديث نبوي شريف. اذا هذه المساله هذه ديال معرفه الذات، والمعرفه الذات هذه المساله هذه بطبيعه الحال بعد تعبر عليها كتابه، ولكن هي قبل كل شيء واحد المساله اللي هي التجريبيه. هذا باش يتكلموا المتصوفه على الذوق، لان الذوق بحد ذاته هي احسن عباره يمكن تتكلم عنها اللي تتعبر على التجربه. الانسان تيجرب واحد الحاجه بمعنى تيذوقها. هاد الاشياء بديت نشوف انا شنو هما الكتب اللي حاملين هاد الذوق، اللي عندهم في النفحه ديال الذوق، بمعنى الناس اللي تيتكلموا ما تيتكلموش عن الفراغ، يعني عاشوا التجربه غير من ناحيه ايديولوجيه، ولكن تيتكلموا من واحد العمق معين اكتشفوه وتيعبروا عليه. هذا هو اللي جعل انه شفت واحد الكتاب اللي ديال جلال الدين الرومي مترجم للفرنسيه، فيه ما فيه. هذا غير العنوان ديالو بالعربيه، ولكن هو مكتوب بالفارسيه اصلا، ومترجم من طرف ايفا دو فيتريميروفيتش اللي واحد السيده مستشرقه وكانت متخصصه في الفارسيه وفي الدراسات ديال جلال الدين الرومي، اللي ترجمت واحد العدد ديال الكتب ديالو ومنه هذا الكتاب. انا ملي قرأت هذا الكتاب بطبيعه الحال فهمت بانه هنا كاين واحد العمق كبير، بمعنى انه ما كتيقولوا التصوف تيعطيك غير الاشارات، غير الاشارات بمعنى بحال الاشارات تكون في الطريق، تيقول لك ها حنا دابا وصلنا، حنا علاين مازالنا 30 كيلومتر ونوصلوا الخميسات ولا نوصلوا الرباط، بمعنى هذيك الاشاره تتعطيك واحد العنوان ديال واحد الشيء اللي عاد تكتشفه من بعد. اذا هذه الاشياء جعلت انه فهمت بانه كان شي حاجه اللي خص الانسان يبحث عنها، يمشي يقلب عليها، لان ماشي قائمه، لان تيكون واحد النوع اللي لاحظته مثلا عن الغزالي الموقد من الضلال، هذا الكتاب اللي كنا نتكلموا عليه، لان هذا الكتاب اللي تيدخل فيه منهجيه الشك ديالو، اللي كانت مصدر الاستلهام ديال ديكارت فيما بعد قرون من بعد الغزالي،
اللي خدات تقريبا نفس النماذج ديال الامثله، نفس ديال الامثله ديال هذا التدرج من الشك الى اليقين بواحد الشكل ممنهج. اذا وهذه الاشياء كلها جعلت انه اذا يكون واحد البحث على هذا تكون دائما واحد نقولوا عن ديكليك، واحد شي حاجه تتوقع الانسان في واحد الوقت معين تجعله انه تيكون عنده اليقين بانه كان واحد الحقيقه هذا اخرى، ماشي حقيقه ديال الرياضيات، ماشي حقيقه معنويه روحيه خصو يقلب عليها، وكاين الوسائل باش يمكن يوصل لها. اذا هذا هو الاهتمام الاول. هذا كان حاسم بالنسبه لك يعني في واحد كان في المسار وفي يعني حتى في اللي شنو غيجي من بعد سبب ديال القراءات يعني حتى الدراسه ديالي وجدتها خرجت من الرياضيات ودخلت للعلوم الانسانيه يعني والانثروبولوجي باش نتعمق في هذا الجانب، باش نقرا كتب باش كذا وهذا الشيء كله. اذا بدلت حتى كل شيء، يعني الحياه كلها تبدلات. كنت مكتفي بهذا الجانب هذا ملي وقع هذاك الحرب ديال الخليج، وانا هادشي رجعني واحد القضيه اخرى. هذه المساله رجعتني انه بديت نكتشف بان هادشي موجود في الكتب، موجود عند جلال الرومي في الخراسان وفي بغداد، وموجود عندنا في المغرب، يعني اللي ما كانش انا واعي به بكل الوعي، بل اكثر من ذلك موجود في حتى في الوسط العائلي ديالي، اللي هو عنده عروق ديال الزوايا واللي هي الزاويه الصقليه اللي موجوده في البلده، وموجود بطبيعه الحال في الطريقه القادريه البوتشيشيه اللي اصبحت مريدا لها فيما بعد، وبعد اللقاء ديالي مع سيدي حمزه القادري بوتشيش. اذا هذه الاشياء كلها بديت نفهم بان المغرب هو عنده ارضيه خصبه في هذا الجانب، يعني لا في الاجتهاد فيه لا في جميع، وبديت نفهم شنو هما الاخلاق اللي تربيت فيها، وشنو هما الجد ديالي لا من الام ولا من الاب اللي كانوا متصوفه، واللي كان ماشي تيقولوها لا بدا تيقولها لا ما تيقولوهاش، ما تعبروش عليها ولاتي ولا تيدخلوا في واحد العلوم ولا شي حاجه، ولكن تجسدوا هذاك الاسلام ديال الاخلاق ديال الكرم ديال التواضع ديال الصدق، بحال كان شي نوع ديال الطابو باش نهضروا عليه، يعني بلاش كنديروه كنديروا في الواقع وما كنهضروش عليه. كان واحد الجو اللي كان عادي نفهم، بديت ندير الروابط ما بين هذا الشيء اللي تنكتشفه وما بين بعض الاشياء اللي عاد بديت نفهمها من جديد من خلال هذا التجربه الجديده. اذا هذا الشيء كله جعل انه بديت نفهم العمق ديال الدين الاسلامي وديال الحضاره الاسلاميه بواحد الشكل اللي ما كانش نفهمه بالقدر الكافي. في الاول كان بالنسبه لي هذه مسائل عائليه وصافي، كل شيء عنده الجد ديالو وعنده كذا ويمشي الزاويه او تمشي، ولكن هذه اوساط اجتماعيه وما الى ذلك. ولكن عاد نفهم بان هذا الشيء عنده تاريخ، عنده تكوين، عنده علوم، عنده مسار وما الى ذلك. اذا هذه المساله ملي بدات تنتكلموا على الاصطدام والاعلام تتكلموا على الاسلام كاسلام ديال التطرف والاسلام ديال العنف والاسلام ديال كذا، تنقولوا ماشي هذا هو الاسلام اللي تعرفوا حنا، ماشي هذا هو الاسلام اللي تعرفوا في المغرب، ماشي هذا هو الاسلام اللي تعرفوا في الاوساط ديالنا، ماشي هذه الاخلاق اللي تربينا عليها. اذا هادو بغاو بحال كانه الاعلام ولاو تيزندوا واحد الوضعيات وتيجعلوا انه الانسان خصو يدخل في واحد النوع ديال التطرف ضد واحد التطرف اخر. كيقالوا هذا ماشي اصطدام ديال الحضارات، بل الاصطدام ديال التطرفات ديال واحد ديال التيارات ديال المتطرفه. الا وصلتوا لهذه النسبه لمشاهده البودكاست فاذا لو كونسيبت عجبكم، فاذا بغيتوا تشجعونا اكثر فما عليكم الا تبارطاجيو لو بودكاست وتابوناو لاشين ديالنا، وشكرا على التتبع. سي فوزي سقلي، كان هذاك لو ديكليك ديال الديكليك اللي وقع انت عندك واحد 23 او 24 سنه في فرنسا واكتشفتي يعني التصوف وعلى واحد الكتاب، واحد ترادكسيون كتاب ديال جلال الدين الرومي. كانت واحد المرحله اللي عشتيها اللي كان فيها واحد المحيط يعني اجتماعي ومحيط عالمي اللي كان يعني دراسات وايديولوجيات مكنك بانك رجعتي شي شويه للذات وعرفتي بان المغرب فيه يعني واحد الكنوز ولا كنز ولا كنوز اللي بداية من العائلة ديالك اللي متشبعة
يعني بالتصوف، واخا ما كان كما تنقولوا ما تنتكلموش عليه، ولكن تنطبقوه في الحياه اليوميه. الديكليك اللي يعني اخر اللي كان مهم هو في التسعينات، وهضرنا عليها بدايه ولمحنا لها في الاول ديال البودكاست، يعني حرب الخليج، واللي من تما جعلت تنظن هو اللي كان يعني هذاك واحد كما تنقولوا واحد كانت بالنسبه لك بحال شي الخروج ديالك كان بحال اللي حسيتي براسك بانك عندك واحد لا ميسيون، يعني بانك تخرج وتهضر وتدافع. كيفاش كان هذاك الجو اللي كان فيه، شنو هما كيفاش هذه المرحله تم بالنسبه للقاء ديالك مع الميديا؟ كنا درتي واحد المناظره كبيره على حوار اديان، وجا موراها في هادشي في 91 وفي 94 جا يعني التاسيس واللي اسستيه هو المهرجان ديال فاس اللي معروف العالمي ديال يعني الموسيقى الروحيه، اللي بقيتي فيه تقريبا 20 سنه. عاودنا على هذه المرحله هذه، واللي كان فيها لقاء، واللي كانت فيها اوسي عندك احتكاك مع الميديا والاعلام بجميع الاطياف ديالو، لانك انت هو كنقولوا السفير، يمكن نقولوا ديال هذيك المناظره وديال ديك المهرجان. كيفاش دازت هذه المرحله؟ واش كانوا فيها شي طرائف؟ واش كانوا فيها هذه شنو ملي كتفكر هذه المرحله شنو كيجي بهذاك الدين ديالك يعني كسوفنير، كمسائل زوينه اللي عشتيها في ديك المرحله؟ ولا هذا الخروج اللي بغينا نقولوا للعلن والاعلام جاء بهذا الاضطرار، بمعنى انه ملي وقع هادشي ديال الخليج وتنشوفوا الوسائل الاعلام عندهم هذيك القوه وداك بعض القوه في بعض الاحيان، معلوم. ماشي في بعض الاحيان، فعليا في الاكثر ديال الاحيان تنظن السي فوزي الصقلي تهديديه. اول مره شفنا، يعني اول تنظن في التاريخ ديال البشريه، يعني شفنا حرب تدار، هي وهي يعني حروب اعلاميه، حروب اعلاميه، ولكن يعني تنتفكر انا سنان وهي ماشيه مع الطائرات وتيضربوا في يعني هي بطبيعه الحال كان الاعلام حاضر، كان يعني حاضر بواحد الشكل قوي جدا. وهادشي دائما كتكون حتى من قبل، غير الوسائل كانت ولات كبيره بزاف، التكنولوجيات كان من النهار اللي كان حتى الشعراء شحال هذه في الحروب ديال القبائل كانوا تيلعبوا هذا الدور ديال التهجم على الاخر وهذاك الشيء كله باش يحطموا داك المعنويات ديالو. اذا هذا هو اللي كاين. قلت اذا انا على واحد المستوى بطبيعه الحال محدود، شنو هو رد الفعل اللي يمكن يكون؟ كنتي ديك الساعه فاس السي فوزي، كنت نقري فاس، كنت استاذ جامعي، تنالف هذه الكتب وكذا. اذا شنو المساهمه اللي يمكننا نديرو اللي تفيد باش الناس يكتشفوا ويعرفوا حقيقه الامور، بما ان الاسلام هادشي اللي تتكلموا عليه راه هذا ماشي هو الاسلام الحقيقي، وبين الاسلام حضاره، وبين الاسلام فنون، اسلام فكر، واسلام علوم، واسلام جميع على المستويات هذه. وقبل كل شيء روحانية كبيرة عميقة جدا، بحيث أنه تعطي واحد النفس كبير للإنسانية ككل. إذن هذه المسألة هذه ممكن لا تدار غير من خلال واحد رد الفعل على نفس المستوى، بمعنى أنه درنا واحد اللقاء فاس، وعرضنا على واحد 10 ديال الناس اللي منتجين ديال الأفلام عالمية، والغاية هي أنه كيفاش يمكننا نعرضوا على الناس اللي غادي على عكس ما كنا تنلاحظوا من خلال الأفلام تدخلونا في عمق الحضارات الأخرى، وفي العمق ديال المفاهيم ديالها وديال الفكر ديالها وديال الإحساس ديالها على جميع المستويات. إذن هاد الأفلام 10 تماما 10 ديال الأفلام، لا سميتو دياكانوف من روسيا، ولا لوبسونسكي من فرنسا، ولا واحد المجموعه ديال الناس ولا من كندا، ولا من جميع الجهات اللي تجعل الفيلم والصوره تكون مدخل لواحد الروحانيه، لواحد الحضاره، لواحد الانسانيه مختلفه. ونفس الشيء بالنسبه للجانب الاسلامي.
والحضاري. اذا كان واحد النوع ديال دونك مشيتي بالميديا، مشيتي دخلتي مشيت بالميديا بالميديا، السينما، هذا ما هو دخلتيش الاساس. يعني لا بالموسيقى، بالموسيقى. لا لا، من الاول كان لي ميديا، كان الافلام 10 ديال الافلام، افلام 10 افلام مسحوبين بواحد النقاشات وكذا معلوم. ومذاكرات ومحاضرات اللي كانت تتواكب الافلام. ومن بعد مشينا للمرزوقه، لان اذا تتذكر كان الحرب ديال الخليج كان عنده واحد الجانب اللي تيتعلق بالصحراء، معلوم لو لو يعني ديزير. معلوم. اذا مشينا للمرزوقه واحد النوع ديال التعبير عن الصحراء كموطن ديال الانبياء، كموطن ديال الوحي، كموطن ديال الحضاره الدينيه اللي خرجت من هذا المحيط. كان ساهل بانك دير يعني برنامج بحال هكذا في ذاك الوقت، وكانت يعني النفوس شويه يعني كان كمان واحد النوع ديال الاشمئزاز كبير. معلوم، كان واحد التشنج يعني واحد لا طونسيون اللي كانت ما بين يعني، وكان ساهل عليك بانك تقنع وهذا هو اللي كان مهم. بعد مع انني انا ما كان عندي حتى شي علاقه مع الجانب التنظيمي، ما كانش عندي شي وظيفه رسميه، كنت استاذ جامعي بسيط، ما كانش شي مؤسسه انت في، ما كانش شي مؤسسه اللي تتواكبني ولا اي شيء. اذا هو شنو هو القوه ديال الفكره، بما ان جات في واحد الوقت اللي كان واحد النوع ديال التطلع على هذه الاشياء، بمعنى شنو هو الحل ملي وصلنا لهذا شنو غيمكن ندير نبقاو هذه الوضعيه المسدوده. شنو هو اللي يمكن يجعل انه يكون واحد النوع ديال اللقاء ما بين الثقافات، ما بين واحد التعارف. فهمتي، ان جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اذا التعارف فهمتي اللي هو خصو يكون، والا ما كانش راه الانسانيه كلها غتمشي في واحد الهلاك المتكامل. اذا هذه المساله جعلت انه تعرضت لفكره في ذاك الوقت على الملك الحسن الثاني رحمه الله، وبمجرد ان تعرضت عليه الفكره اعطاه هو يعني الرعايه ديالو اللي شكلات واحد يعني بحال بالعمق ديال الفكر ديالو الاستراتيجي وبالحنكه السياسيه الكبيره اللي كانت معروف بها. كان شاف بنا هذا المشروع غادي يخدم واحد المصلحه معينه في المغرب، من واحد الغايه ثقافيه بحال غيخدم يعني نقولوا السوفت باور، يعني السوفت باور اللي ناشي داخل احنا قلنا في اللي كان ديما في الدبلوماسيه، شو كان ديما في الدبلوماسيه المغربيه، وكانت في مبنيه على واحد الحاجه اللي هي تاريخيه متواجده وعريقه في البلاد ديالنا وفي الحضاره ديالنا، بمعنى انه المغرب منذ القرون هو عنده واحد التجربه ديال اداره الاختلاف الثقافي والتنوع الثقافي، وبمعنى عنده واحد هذه التجربه الحياتيه ديالو والحضاريه اللي جعلت انه يتكون كحضاره متكامله عبر القرون. بطبيعه الحال كل مره تيكون واحد الدور على حسب الظروف اللي تتكون، وهذاك الظرف هو هذاك اللي كان ديك الساعه مع الشيء اللي وقع. كانت هذه الحكمه يعني كانت هذه الحكمه على المستوى العام، وهذا مشروع ثقافي فقط داز الامور على خير، داز بواحد النجاح كبير، لان نجاو من العالم كله، جاو اكثر من 300 ديال الناس اللي واكبوا هذا على برا. مثلا لي زارشيف، كان الصحفيين وكان جاو الاعلام، كتاب وكان الاعلام والصحفيين، كانت واحد المناظره كبيره وفرانس كولتور وكذا، واحد الاعداد من العالم كله. لان علاش كان واحد التطلع على ان نلقاو واحد الحل، لان ديك الساعات كان واحد النوع ديال واحد النوع ديال التصلب، كل واحد يقول لك لا الاخر هو اللي داير، هو اللي فعل، كان واحد التشنج كبير. اذا هنا اذا استعملنا الاعلام على عكس ما كان يستعمل يعني من قبل، وشفنا بان كاين واحد النوع ديال الاعلام اللي يمكن يكون ايجابي جدا، ويمكن يلعب واحد الدور اللي هو مهم باش يوصل المعرفه ديال الاخر على جميع الاشكال، المعرفه ديالو الثقافيه التاريخيه وما الى ذلك. اذا هذه التجربه كانت الحمد لله ناجحه، هذه التجربه هي اللي جعلت انه من بعد تنقولوا شنو هو الاستمراريه. مادام اننا ما كانش غير نديروا بحال شي وان شوت، غنديروا وان شوت غنشوفوا واش غيوقع. هي الاستمراريه ديال هذه جات الفكره ديال المهرجان، جات الفكره ديال ربما نخليو الافلام
ولكن بموازاة مع الافلام نعطيو ان نشوفوا الموسيقى. علاش؟ لان الموسيقى تكون غنيه عن الكلام وما تحتاجش فيها ما لا يمكنلكش ترجمه ولا اي ولا شيء، تتعبر عن نفسها. وهي بحال في التصوف، هي عباره عن تجربه، اه عن احساس، اه عن واحد الذوق اه معين. اذا ما يمكنش تعبر على واحد الجانب الروحي، على التجربه الروحيه احسن اسمح لي على مما السؤال، يمكن واخا تعبر عليه تنعرفك انت شوف، بالجانب الموسيقي. تنعرفك، اسمح لي على السؤال إيه. مهم الموسيقى. واخا تنعرفك ما تتبغيش يعني التواضع ديالك، الفكره كانت ديالك سي فوزي تقريبا. لا بدا وي هذيك الساعه هادشي اللي كاين. فوزي، آه انت آه تصور يعني مم. التصور العام اللي كان مم. عندك مم. من احنا خرجنا من المناظره آه. كيفاش هذه الموسيقى، ومن ثم بدات ايه التجربه، بطبيعة الحال. وكانت تجربه تما اللي بطبيعة الحال درت شراكات معلومه مع بعض الشراكات، الناس اللي الأطراف الأخرى. وكانت الروح ديال فاس والبركه ديال فاس هي معاك وموديت بطبيعة هي الحال لأن فاس والمغرب بصفة عامة بطبيعة الحال كما بصفه قلنا، عامه وفاس ك كوجهه كوجهة اللي تتعبر على التاريخ العريق ديال المغرب، لأنه معلوم. من المدن الأوائل الإسلامية اللي دارت كعاصمة إسلامية في المغرب. بطبيعة الحال عندها واحد التراكم تاريخي وحضاري وصوفي في نفس الوقت، لأن لدرجة أنه الصوفية تعيط لفاس، تعيط لها الزاوية. ما الزاويه ديال مولاي ادريس اه كانه معلوم. الضريح ديال مولاي ادريس بحال الضريح ديال واحد الزاويه. والزوايا الاخرى اللي هي موجوده كثيره في فاس، بحيث كان كتاب سلوة الانفاس ديال محمد بن جعفر الكتاني، اللي هو يمكن الفوه في 1902، واللي تيتكلم على الاضرحه كله من فاس، على التصوف فاس، وعلى الاولياء اللي كانوا في فاس عبر التاريخ، واللي تتشوف انه كان واحد الزخم، واحد الحضور، واحد الباتريمون، واحد الشحنه روحيه كانت المدينه كبيره اللي جدا. المدينه اذا يمكن هذه المدينه كانت مؤهله يعني مؤهله باش تحتضن فكره كهذه. ومن ثم بطبيعه الحال كان الجانب ديال الموسيقى اللي كان كتعبير على واحد الاحساس الروحي، وهذا كان فيه واحد بحد ذاته واحد القوه خاصه. عاد من بعد ذلك، عاد من بعد واحد السنين، عاد درنا الندوه الفكريه الكبيره اللي تيهضروا فيها من اجل اطفاء روح على العولمه. بمعنى كيفاش هاد العولمه اللي حنا دخلنا فيها، لان هذا الشيء كله اللي تنتكلموا عليه، لا هاد الصدام الحضارات هذاك المؤشرات الاولى ديال العولمه اللي كانت على الابواب. دابا بدات تعاود لي على هادشي تيبان بحال اللي ساهل. زعما الا رجعنا لور بدات تهضر على هادشي بهاد البساطه، بهاد السهوله. زعما انت في ديك زعما بداك الشيء بحال اللي كان بحال شويه تديروا وداك الشيء تبارك. الوغ كو سيتي نقولوها يعني ما كانش يعني كنتو يعني تتاسوا ولكن ما كانش يعني النجاح كان يعني باين، يعني ماشي كان خصك يعني تخدم بواحد باش تبلور واحد الافكار وباش تبرهن بان باش الناس يسمعوا لك من الخارج ويجيو عندك ويتحاوروا معاك يعني ما كانش مساله سهله بهاد في ديك الظروف. ما كانش مساله بانك دير مهرجان بداك ويعطي ديك الصدى كبير على فاس وعلى المغرب. كنتو يعني خدامين بحال نقولوا ميليتانتيزم، يعني بحال يعني واحد النوع ديال النضال الثقافي والفكري، ولكن في نفس الوقت الفكره كانت جات في الاوج ديالها يعني. في الاوج ديالها، في الوقت ديالها، بمعنى انه كاين واحد هذا هو يمكن القوه ديال هذه الاحداث كلها، هذه المهرجانات كله، بمعنى انه الندوات هي خصها تكون في واحد الوقت معين تتجاوب على واحد الوضعيه معينه، ومن ثم تكون القوى كلها تتمد في نفس الاتجاه، واحد الديناميك غادي في نفس في واحد الاتجاه. وبطبيعه الحال حتى انت مادام انه عندك واحد المقصد، عندك واحد المعنى، ما تتشعرش بهذاك المعاناه، لانه تتكون لا باسيون هي اللي هي المحرك، هذاك الشحنه ديال الرغبه، ديال تحقيق واحد المعنى معينه، واحد الفكره معينه، تجعلك انه تتمشي وما تشعرش لا بالتعب ولا بالاتصال ولا بالدير ولا بقيتي فيه 20 عام. وكان الاحتكاك بالميديا، لانك كنت انت هو يعني نقولوا لومباسادور ولا السفير ديال المهرجان، لان كاع الاغلبيه ديال الحوارات كانوا تقريبا معاك. كيفاش كنتي لان كان عليك الطلب كثير، كيفاش كنتي لا من الميديا، لا من الميديا ديال المغرب، لا من الميديا ديال الخارج، كنتي انت هو يعني المهرجان كان يعني بحال نقولوا بيرسونيفي، انت هو الوحيد اللي كنتي تتهضر في الميديا. حيت المهرجان قبل من ان يكون برامج
والبرنامج هو اولا فلسفه ورؤيه. هذا هو اللي كان اللي هو مهم جدا. الروح ديال المهرجان هو هذا الفكر اللي من وراءه واللي تيتجلى من بعد في البرنامج وفي العنوان ديال كل سنه. لانه كل سنه ماشي غير احنا تهضروا كانه كنا احنا في واحد المتحف ديال الموسيقى الروحيه ها الفلانيه الفلانيه. لا، كان دائما كل سنه عنده واحد الموضوع اللي هو غادي في المواكبه ديال العالم كيفاش يتغير. مثلا اللي في 1996 درنا واحد الافتتاحيه بالمجموعه بالجوقه الرسميه ديال سراييفو. وكان ديك الساعات في الاوج ديال الحرب ديال يوغوسلافيا، عندك واحد الصدى اوج ديال الحرب. وكان حتى الولوج الدخول ديال حتى سراييفو ما كان ممكن، لان ما كانت يعني كل المسائل الطائرات ممنوعه المدنيه وكل حاجه. ومشينا بطائره عسكريه باش خدينا 120 ديال الناس. هذا دائما كنتفكر هذا دابا ملي كتهضر عليه كنتفكرها تحت الاذن ديال حسن الثاني رحمه الله، اللي بمجرد انه توضعت هذه الفكره اعطى كل الوسائل. لان في نفس الوقت حنا تنقولوا هادشي يخدم واحد الشيء معين. تكلمتي على السوفت، على القوه الناعمه. القوه الناعمه لانه هادشي من خلال الموسيقى ديال ديك الساعات وداك العرض ديال سراييفو، اللي هنا داك الكرواتيين والسربيين والبوسنيين في نفس الوقت اللي كانوا يتحاربوا ويتقاتلوا، يديروا واحد العرض موسيقي زعما متكامل جماعي اللي الصدى ديالو في العالم اكثر مما يمكن يتصور الانسان. اكثر مما يمكن يتصور الانسان. تكلمت عليه سي ان ان، تكلمت على البي بي سي، تكلمت عليه جميع الاعلام ديال مثل نيويورك تايمز وزيد وزيد وزيد. اذا هذا هو بمعنى انه لي ميديا تيم كلهم يواكبوا واحد الشيء اللي تكون تعطيهم واحد الماده معينه، وواحد الفكره معينه اللي عندها واحد المحتوى حقيقي. هذه مهمه غادي نسجلوها، لان هذا المحتوى الحقيقي تنهضروا على الميديا. علاش الميديا تيهتموا ببعض المواضيع وما تيهتموش بمواضيع اخرى؟ يعني كما تتقول ملي تكون الفكره واضحه وعندها واحد الهدف وعندها واحد يعني واحد المحتوى اللي كبير. غادي بدينا كنقربوا باش نتساليو هذا البروميير بودكاست. في المسار ديالك كان عندك واحد يعني كان المهرجان، ومن بعد اسستي المهرجان ديال الثقافه الصوفيه. حتى هو الميديا تبارك الله عنده اهتمام. مازال لحد الان تبارك الله عليك، يعني الميديا تيهتم انت هو اللي الحوارات، انت هو يعني المسؤول على نقولوا والسفير ديال هذا بالنسبه للميديا. كيفاش هذا المهرجان الفرصه نغتنم الفرصه؟ المهرجان عنده 16 يعني وصل 16 ايديسيون. دابا نديروا الدوره 17 في اكتوبر. كيفاش هذا المهرجان؟ كيفاش ملي بديتي لدابا؟ شنو هو التصور؟ كيفاش الامور غاديه؟ واش يعني الاهتمام ديالو يعني في الشراكات ديالو شنو هو؟ يعني كيفاش كتصور يعني لافنير ولا يعني هذا المهرجان كيفاش غيزيد لقدام؟ شنو هو الافكار اللي جايه في الطريق باش نقربوا؟ يعني كان المهرجان الجاي غيكون ان شاء الله في اكتوبر ان شاء الله. ان شاء الله. هو تحت عنوان العلوم والفنون في خدمه القيم الروحيه. العلوم والفنون في لي سيونس et les arts au service de la spiritualité. اذا احنا من انطلقنا من الاول، انطلقنا من المعنى، من الشحنه الصوفيه اللي هي موجوده لا في الكتب ولا في الممارسه، وتجلت الامور ومشينا للموسيقى الروحيه وما الى ذلك. اذا هذا واحد النوع ديال الرجوع الى الاصل. اللي نقول مهرجان فاس للثقافه الصوفيه تنعاون نرجعوا لهذا اللوجيسيال اللي تكلمنا عليه اللي هو موجود في الاول، واللي تيولي الان ما كانش يمكن له من الاول دير واحد المهرجان ديال الثقافه الصوفيه. لان الناس كما قلت حتى على التصوف كان عندهم واحد المجموعه ديال الافكار اللي ما كانتش ملائمه. ما كانتش ملائمه بمعنى انه كان خصنا نمروا من هذه المراحل كلها شويه ديال البيداغوجي. هذا الوليد، هذا المهرجان ديال الثقافه الصوفيه هو نتيجه ونتاج ديال هادشي اللي كنقول قبل كله. بالنسبه لك بحال ماشي واحد حاجه مختلفه، هذا غير استمراريه ديال واحد مراحل من بعد مرحله. كما قلنا بدينا بالموسيقى، واحد الوقت درنا الندوه العالميه
من بعد واحد الوقت، من بعد 20 عام بدينا تنديروا واحد المجموعه ديال الابداعات، دي كرياسيون اللي كانوا تيدوروا في العالم كله، بحال دي كرياسيون بحال منطق الطير مثلا، اللي هو كان اخر اللي درت في الموسيقى الروحيه، ولا حول الاندلس، ولا حول قيس وليلى، دونك ولا تديروا ميم ما الى. بحال نقولوا دي ريزيدونس ديك دابا تيكون في العالم كله لنا هذا ديال الموسيقى الروحيه. درت جولات في العالم كله في الكونغرس، لا ليبراري ديال في لا بيبليوتيك دو كونغري امريكان، في العالم كله كانت واحد العروض، لانها كما قلت هذا كان عنوان ديال واحد الفلسفه اللي هي في عمق الحضاره المغربيه، واللي تجلات بهذا الشكل، لانه كوسيله ديال الاعلام وكوسيله ديال التواصل الا بغينا نقولوا. لان ماشي غير في حد ذاتها، ولكن رغم انه في حد ذاتها راه بطبيعه الحال عنده واحد القيمه قويه جدا. نفس الشيء اذا هذا عاد من بعد داك الشيء، علاش انا من بعد 20 عام بالنسبه لي باش المرور الى المرحله اللاحقه، مع انه هذاك الاخر هو الحمد لله الحمد لله راه غادي مستمر وشاد الطريق ديالو وتراث لا مادي ديال المغرب. اذا الاخر حتى هو تيخرج ديك الكنوز الكامنه، لا من مخطوطات ولا من قيم ولا من فنون ولا من علوم، اللي هو تتخرج من هذه الارضيه ديال التصوف في المغرب، واللي هي مثلا تمشي للمكتبه ديال القرويين تلقى واحد العدد، هاي ابن طفيل، هاي ابن عربي، هاي ابن عطاء الله وما الى ذلك. اذا هذا الشيء كله الشعر الصوفي، اذا التصوف كتراث ثقافي عالمي ماشي بطبيعه الحال. هو التصوف موجود كممارسات ديال التربيه ديال الطرق وما الى ذلك، ولكن هو موجود كذلك كتراث ثقافي عالمي، هذا اللي تنساوه. والمغرب عنده واحد الغنى كبير، واحد الثراء كبير اللي خصو يخرجوا للوجود، وملي تخرجوا للوجود تتعاود تربط هاد الاجيال ديالنا وهاد الاطفال ديالنا وهاد الشباب ديالنا، تعاود تربطوا بهاد القيم الحضاريه العميقه، وهذا الاسلام اللي هو تيمثل العمق ديال الاسلام المغربي. الاسلام هو الاسلام واحد، ولكن الاسلام كذلك تيتشكل، الاسلام اندونيسيا مثلا عنده واحد اللون معين، في افريقيا عنده واحد اللون معين، وبعض شي مرات عندك ايديولوجيات مثلا في الايران ماشي هو الاسلام اللي عندنا في المغرب، الشيعه ماشي هي السنه وما الى ذلك. اذا هذا الاسلام اللي هو مبني على ثلاثه ديال الفروع، اللي هو الفقه المالكي والعقيده الاشعريه والتصوف، كما هو منصوص عليه في التاسيس ديال المجلس الاعلى العلمي المغربي من طرف صاحب جلاله نصره الله. اذا هذه الاشياء كلها هي تجعل انه هذه الامور تتعاود تخرج للوجود وتصبح موجوده بواحد الشكل حي في الحياه ديالنا اليوميه. هذا هو اللي بمعنى انه هنا الاعلام تيلعب واحد الدور، لان هادشي خصو يوصل معلوم. وهنا غتجيك الفكره دابا، يعني في هذا المسار كله مهرجان ديال فاس الموسيقى الروحي، مهرجان ديال يعني الثقافه الصوفيه تقريبا. دابا المهرجان اللي انت المؤسس ديالو بحال اللي تنقولوا راه هو حد ذاته ميديا، يعني لان فيه تيعطيك الكونتوني، تيعطيك الماده موسيقيه، تيعطيك ماده روحيه، تيعطيك ماده نقول ادبيه، يعني ماده فكريه بغيت نقول فكريه. شكرا. يعني انت وليتي بحال الميديا ديال، يعني ملي تنهضروا على بغيت نوصل معك لهذه الفكره، يعني ملي كنهضروا على التصوف وكنهضروا على يعني المسائل كلها اللي كتتعلق بالدين والممارسه ديالو، يعني كتولي انت واش عندك كونسيونس ولا عندك الاعتبار انك وليتي ميديا ديال هذا الشيء، وكيفاش كتعامل فيه مع المحيط ديالك، لان الميديا راهم شركاء ديالك، تيحضروا تيديروا معك حوارات. ولكن دابا واش انت هاد الفكره بعد اول حاجه واش انت كتمشبع بها، يعني كتحس بها بانك كميديا، ولا كتقول انا كندير الخدمه ديالي، كندير المهرجان الميديا هو يعني راه تيجي تيحضر تياخذ شنو ما بغاش واش كيفاش هاد يعني هاد الفكره واش كاين الرغبه باش تكون واحد المشاركه ديال الجميع في هذه المفاهيم،
معلوم. بما نوصلوها. لذلك مثلا درنا حتى واحد الموقع اللي هو رقمي اللي سميتو الصوفي هيريتاج، الموروث الصوفي، معلوم. وتنديروا ماستر كلاس او ورش رقميه، وتلقى الناس في العالم كله اللي عندهم كتب واللي عندهم تخصص في بعض المؤلفين ديال التصوف مثلا ابن عربي ولا رومي عبر العالم، عبر العالم واللي تينقلوا هذيك الكتب على الشكل ديال الدروس متتابعه اللي في النهايه تتبع ذاك الكتاب. تنتكلموا على واحد النوع ديال المكتبه حيه، بيبليوتيك فيفونت مثلا ديال الانتاجات الصوفيه. هادشي علاش؟ لان هادشي خصنا نخرجوا للوجود. هاد الكنوز ما عندها زعما المعنى ديالها، ما تاخذ المعنى ديال الحقيقي الا ملي تتولي مقتسمه ما بين الناس، وتيمكن لهم يتقوتوا منها، تيمكن لهم يتغداو منها روحيا ثقافيا فكريا. اذا هذا النضال لا زال مستمر، والاعلام تتلعب فيه واحد الدور اساسي. والاعلام بالمفهوم الايجابي اللي تكلمنا عليه، باش نعطيو، باش الفكره توصل، كان الاشباع ديال الرغبات ديال التطلعات ديال الناس اللي تيبحثوا لنا. حنا مثلا هذا هو اللي كان وقع حتى في الوقت ديالي انا ملي كنت مثلا ملي تنبحث على هادشي ما كانش ما كانوش ماشي شنو هو هذا التصوف. شكون اللي غيتكلمك على شي؟ كان خص واحد المجهود باش تقلب على واحد المجموعه ديال الامور. ولكن ما نساوش ان في المجتمعات ديالنا حنا كان هادشي هو ديال الحياه ديالنا الثقافيه اليوميه، بما انه هادشي كان موجود في المدارس، موجود في الجامعات، موجود في العائلات، موجود في الفنون، الفيلم الحون، في الاندلسي، في السماع الصوفي اللي مازال الان مازال مستمر. اذا هاد الاشياء ناخذوها بواحد الشكل متكامل، ماشي غير جزئيات. تنفهموا شنو هو الكليات اللي موجوده في هذا التراث اللامادي العميق اللي هو في الحقيقه تيمثل العمق ديال الحضاره الاسلاميه، وبالاخص وبالدرجه الاولى المغربيه. اذا هذا خصو واحد النوع ديال الاستمراريه وشويه النضال. وهذا هو اللي في الان في المرحله المواليه واللي متوازيه مع هادشي اللي لحد الان كاين. هادشي مازال مستمر، لانه والله اعلم المرحله المقبله شنو غادي تكون فيها وكيفاش غادي تكون. ربما حنا بدينا تنخدموا مثلا على بعض البرامج، بعض القصص الصوفيه مثلا تنخرجوها مطبقه للاطفال في المدارس، راكم يعني في الميديا. وبدينا نديروا واحد العدد ديال المقالات على هذا الشيء، وتنديروا واحد العدد ديال لي فيديو على هذا الشيء. فهمتي؟ مثلا منطقه الطير الان دابا خدامين، وغادي يكون واحد لا كوميدي ميوزيكال غادي تكون في جوان ان شاء الله في سيدي مومن. في السينما قبل التمدروس حول منطقه الطير اللي هو مكيف باش يكون واحد النوع ديال البذور الروحيه اللي تتزرع منذ الطفوله. هذه الحضاره هي تتزرع فيك واحد المجموعه ديال القيم بلا ما تشعر. هذا هو اللي تينحت واحد الشخصيه معينه، واحد المفاهيم معينه. اذا هذه من المراحل مثلا اللي بدات بعد النتائج الاخرى ولا بعد النتاجات الاخرى اللي في استمراريه ديال هذا الشيء. هو هذا الشيء في الحقيقه خصو الاستمراريه، لان حتى نشوفوا الناس مثلا والشباب وهادشي كله اللي تيدخلوا هاد المفاهيم كهندسه ثقافيه. لان حنا واحد العدد الناس تيخلطوا ما بين التنشيط الثقافي والهندسه الثقافيه والمشاريع الثقافيه اللي عندها مقاصد، اللي عندها مفاهيم، اللي عندها واحد يعني واحد ديبا كبير ديال هذا الشيء كبير. واحد هذا انا تلقى واحد الصعوبه كبيره، كل واحد تيقول لك وهادشي غادي تجمع 4-5 الناس وغادي دير واحد الحاجه ما تفهمش بانه حتى البرمجه راك تدوز فيها وقت طويل، لان خصها تكون ملائمه مع معطيات عندها اهميه في ذاك الوقت في ذاك الحين. وهذا الشيء اللي كتهضر عليه ماشي في وقت اخر الشباب، لانه الديجيتال، لان باش يعني دابا واحد المهم انا دخلتوا في هذه التجربه هذه ديال الميديا اللي وانا زعما سعيد بان كنسمع بان كاين واحد التجربه، لان مهم حتى انا وليت انا عندي هذا الاهتمام بهذه المواضيع. يعني
انا كنلقى راسي بانني راني كنقول من الناس اللي عندهم واحد بريفيليجي، لان عنده واللي ما عندوش كيفاش يوصل المعلومه وكلشي كيمكن له شكون غادي ياخذ بيديه وغادي ومع هادشي ديال الديجيتال. يعني ضروره خصك تحتم عليك تمشي في الميديا وتمشي في الديجيتال. يعني واخا انا جاي من الناس ديال الجسم، يعني الجسم الاعلامي، تنقول مزيان الميديا، ولكن خص تنقول ديما تنقولها للناس مثلا خصكم يعني ديروا الميديا ديالكم وتخليو الناس يجيو ياخذوا من عندكم ديك الساعه مي يبغيو يعني محتوى اخر، راه يمكن لكم يتصلوا بكم ويمشيو معكم يعني في واحد يعني في واحد الديناميه اخرى. بقى لي جوج سؤالات صغار ياك باش نقربوا نساليو. واحد التجربه مهمه بغيت ندوز عليها، لان ماشي اي في المسار يعني اكاديمي او مهني كنتي يعني دزتي بتجربه مهمه في لاكال اللي هو اللي كينظم القطاع السمعي البصري ما بين 2011 و 2017 تنظن 18. كيفاش كانت هذه التجربه؟ يعني كتخلي فيها شنو هما يعني كنتي في الاحتكاك، ولكن بصفه اخرى كنتو سكون ابل الحكماء الكوميتي دي ساج كيسميو الكوميتي دي ساج. كيفاش هاد التجربه عشتيها وشنو خرجتي منها يعني نقولوا شي مسائل على السمعي البصري في المغرب ولا بصفه عامه؟ شنو خلات عندك هاد التجربه كاثار وشنو عطاتك يمكن كشحنه باش في مشاريع اخرى يعني في تصورات اخرى للسمعي البصري؟ لان كنتو كتشوفوا يعني المؤسسه كنشوفوا فيها كل شيء، شنو ما كيدار في كاع اي برنامج تيتشاف شنو هو كانت الالتزامات ديالك؟ ربما هاد الاحتكاك مع الاعلام اللي دار بهاد الضروريات اللي تكلمنا عليهم هو اللي جعل انه ربما يبقى هاد الفكره انه تختار كعضو من المجلس الاعلى ديال السمع البصري. وكانت تجربه هائله جدا بطبيعه الحال، لان تفاجأتي ملي جاتك الفكره ولا كيفاش كان زعما جاتك تفاجأت بطبيعه الحال ايجابيا، ولكن في نفس الوقت قلت ربما الناس اللي كرهوا فيك عطوني هذا الشرف هذا ربما لهذه الغايه، لان ربما كانت الظهور ديال هذا الجانب ديال الاديان وديال الثقافات وديال الحضارات وهذا الفكر كله كان بدا تيتجلى في الميديا بواحد الشكل كبير. بمعنى مثلا المواكبه المغربيه ديال المهرجانات اللي دازت كانت ممتازه. دابا عندنا واحد المجموعه ديال تراكم ديال الارشيفات اللي هما موجوده في التلفزه المغربيه، لا في دوزيام ولا في الاولى ولا في ميديان تي في ولا في هادو كلهم والراديو وهذا الشيء بلا ما نتكلموا على. تنعقل انا مثلا في الافتتاح ديال اول دوره ديال الموسيقى الروحيه كان الماتا مثلا غير على سبيل المثال دار غير على هادشي، ما دار حتى شي حاجه اخرى، حتى شي صفحه من الاولى الى اخرها. بمعنى انه كان واحد الالتفات ديال الاهتمام كبير جدا وكان في واحد المرحله اللي كانت اذا تنظن. وهذا هو اللي حاولت يكون الدور ديالي داخل المجلس الاعلى، بمعنى نهتم بالتنوع الثقافي والجانب الديني والخطاب الديني وكيفاش نتعاملوا معاه، المسائل ديال التطرف والخطاب ديال الكراهيه في بعض الاحيان، وكيفاش يمكن نحاربوه، وكيفاش يمكن انه يكون واحد المجالات اخرى اللي تتعوض مثلا بعض الاشياء اللي ممكن تكون سلبيه وتعوضها بواحد الشكل ايجابي. هذا كان واحد التفكير، وهذا هو ربما. وانا الحمد لله كنت دائما زعما ما كانش عندي واحد التطلع ولا تطلع عادي بحال زعما باش الانسان غادي يكون غادي يقصد واحد الموقع معين، الا ان النتيجه تاتي مثلا من بعد هذه التجربه اللي ديال 8 سنين واللي كانت مهمه جدا، اللي درنا فيها واحد النوع ديال الرصد ديال كل ما تيوقع من خطابات في داخل الاعلام ولا الراديو. هذا شكله فيما اكتشفتي شي حوايج بزاف. درنا حتى وسائل ديال القيام. انا هادشي عرضته حتى في جنيف في المجلس. دونك كانت تجربه يعني حتى من الناحيه العلميه كانت ديال حقوق الانسان وما الى ذلك. كان درنا واحد التقديم ديال هذه التجربه المغربيه. وربما على ما اعتقد، وهذا شرف كبير كذلك،
ديال انه سيدنا كذلك عيني في الاكاديميه ديال المملكه في هذا الجانب الجيوسياسات الثقافات والاديان، بمعنى انه كان واحد النوع ديال الا بغينا نقولوا ديال الاستمراريه وش هاد لا كويرونس، يعني غنقولوا في فوالا المسار كانت فيه واحد النوع ديال واحد الاستقرار، ويعني مرحله مرحله. دونك التجربه قلتي لي كانت فيها اكتشاف وكان رصد وكان وعطيتي افكار وعطيتي اقتراحات. درنا حتى مع السيد الغزالي ومع السيده المريني، درنا حتى واحد لاغري، واحد الشبكه ديال الانتقاء من رقميه ديال كل الخطابات بعد المصطلحات المعينه وهذاك الشيء كله، وتنراجعوا تتجعلنا انه نشوفوا بعض النماذج ونقترحوا بعض الاشياء اللي على التلفزيونات، ونقترحوا واحد التوجهات ربما اللي يمكن تتهم الجانب الديني ولا الجانب الثقافي ولا الجانب اللي يمكن يكون فيه واحد النوع ديال العنصريه ولا واحد النوع ديال الميز وما الى ذلك. في عجاله التجربه ديال المغرب يعني بالي في مجال الاعلام بالنسبه للمسائل الدينيه، كيفاش يعني التقييم ديالك ليها بواحد فيها واحد يعني مسائل اللي دارت اللي هي مهمه بزاف، يعني الاكاديمي اللي كيفاش تشوفها يعني بالمجهر من الفوق هاد التجربه. تنهضروا مثلا كاين التجربه الاعلاميه يعني في يعني ديال في اطار اش كنسميو يعني الاعلام ما نقولش الرسمي، العمومي، الاعلام العمومي، وكاين الاعلام يعني نهضروا عليه الحر او الخصوصي. المفارقه الغريبه لان كتشوف بان الاعلام العمومي كيعطي واحد الشحنه كبيره، يعني عندنا واحد الراديو مختصه اللي الانسان تيسمع لها ناس علماء دي قران لتجربه فريده من نوعها يعني. ولكن في المفارقه هذا يعني هذا غير سؤال انا شخصي، المفارقه الغريبه هي في الاعلام الخصوصي يعني. وحنا دابا نرجعوا حنا في اواخر هذا الشهر الكريم تنتفكروا يعني تنهضروا على مسائل الروحانيات، المسائل ديال تنتفكروها غير في رمضان في الاعلام. يعني هذه المفارقه الغريبه كيفاش كتجيك وبالنسبه لك المثل اللي يمكن له يتعطى لان الممارسه الدينيه والدين بصفه عامه باش يعني نذكروا عليه في الاعلام هي شي حاجه اللي هي شويه يعني ماشي سهله، يعني لان فيها بزاف ديال الخصوصيات، خصك تحترم جميع يعني ما تكونش عندك واحد يعني حتى نقولوا له التريتمون ميدياتيك خصو يكون فيه واحد شويه ديال كيفاش. انا ما سخيتش به، كان غير هذا سؤال يعني غنقولوا الاخراني. كيفاش كتشوف هذه التجربه المغربيه وكيف شنو يمكننا نعطيو باش تطور اكثر وتولي يعني حتى تولي مثل يعني في واحد العالم عربي اسلامي وعالم اسلامي، هذه العلاقه مع يعني الاعلام اللي يكون عمومي او خصوصي ومع المسائل اللي كتتعلق بالدين والممارسات الدينيه. ايوا هذا موضوع سؤال شاسع جدا بطبيعه الحال، والمغرب عنده تجربه كبيره، لان هذه اعاده هيكله الدين في المغرب على جميع المستويات. دابا هذه زعما عقود كاين تسلسل ديال سيدنا عطى واحد المجموعه ديال نصر الله واحد المجموعه ديال التوجهات في هذا الجانب، ودارت امور تاسيسيه في العمق في العمق. ودابا تنشوف في بعض الاحيان واحد مثلا حتى في تكلمتي على بعض البرامج، راه دابا حتى دابا ولا غدينا غير على التصوف، واحد العدد ديال البرامج اللي دابا الان ولات معهوده، ولات ممارسه يعني عادي ممارسه. واللي تنشوفوا دابا الان هو اللي داخلين له ديال في الجانب الافريقي. ولاحظت في هذه الاونات الاخيره انه الان دابا كاين واحد العلاقه مع افريقيا قويه جدا، وبدا واحد النوع ديال الاستكشاف ديال الاسلام اللي موجود تما، وديال العلاقه ديال المغرب مع مجموعه ديال الدول مثلا اللي ما كانش في الحسبان في الاول، مثلا اثيوبيا مؤخرا اللي ما كانش كل ما هو الجانب الشرقي ديال افريقيا كان ما كانش عندنا مع واحد العلاقه قويه جدا. اذا هنا الان مجموعه ديال الوسائل اللي دارت
باش يوقع واحد النوع ديال الاستكشاف ديال الثقافات الاسلاميه الموجوده في الروحانيات ديالهم، افريقيا، المسائل ديالهم. في دول مختلفه، لا في شرقها ولا في غربها. وتنظن ان هذا الشيء غادي يستمر اكثر في المستقبل. والغايه من هذا الشيء كله كما قلتي، سواء هذا الشيء ولا المسائل اللي تدار من طرف سميتو الجانب المدني، المجتمع المدني، هو انه الاسلام والخطاب والعلاقات والنقاشات تخرج من الجانب فقط، الا بغينا نقولوا ديال الرسميات. مهم. لان هذا الشيء تيهم كل واحد، معلوم. تيهم كل حياته. واحد، ولكن يكون مبني على معرفه، معلوم. يكون مبني على التاريخ، يكون مبني على مواضيع، يكون وهذا الشيء مثلا اللي ربما على واحد المستوى معين. بطبيعة الحال معين اي معلوم. شارك فيه هاد المراحل كلها اللي ذكرنا عليها، ومنها هذه المرحلة ديال التصوف كتراث عالمي مغربي. معلوم. هذا واحد الشيء اللي هو بطبيعة الحال مشروع كبير في هذا الجانب. ولكن تنظن أن الآن ربما غادي نبداو نتكلموا على الإسلام كحضارة، ماشي فقط على الجانب ديني. مثلا الفقهي، وهذا الشيء اللي هو مهم، هذاك مهم. عنده الدور ديالو، معلوم. ولكن الفكر، القيم، الإبداع، كل التجديد الحضاري، هذا هو اللي ربما الآن واللي الاشكال اللي غيتطرح على لي ميديا، كيفاش نتعاملوا مع الاسلام كحضاره من غير الجانب الاخر ديالها. وحيه ماشي حضاره حضاره تتكلم على التاريخ، لا، الحضاره ديال من مفهوم الحضور ماشي الحضاره بمفهوم الماضي، لا، بمفهوم شنو هي الافكار اللي تغذينا روحيا، اجتماعيا، فلسفيا، وجوديا. وفي هذا الاطار اخر سؤال، وغنرجع للكرسي اللي كان في الاكاديميه ديال المملكه، وحيت متعلقه نيت بهذا السؤال، شنو الدور اللي غتلعبوا يعني الميديا والاعلام في اطار هذا الموضوع الكبير والشائك اللي هو لا جيوسياسيه ديال الثقافات وديال الاديان؟ شنو هو الموقع بالنسبه لك ديال اللي غيكون فيه؟ واش غيكون الموقع ديال الميديا حاسم لان ولا لا؟ وكيفاش انت غتعامل من ان انت غتكون انت هو واحد غنقولوا انت هو اللي غتكون قائم على هذا، كيفاش غيكون الدور اللي غيكون فيه الاعلام في هذه الديناميه اللي غتبداها ان شاء الله؟ وهذا اخر سؤال. دائما دور جوهري، دائما، لان هذا الشيء علاش ماشي فقط غير باش نعلنوا ونقولوا، لانه هذه المشاركه الاعلاميه في حد ذاتها تتساهم في تغيير الاشياء، توصلها. ولكن هذا المقصد ديال هذه الاشياء هي انه بهذه المشاركه تيكون واحد النوع ديال الديناميه فكريه اجتماعيه، دونك غيكون في ساحه اذا الاعلام تيلعب واحد الدور مهم جدا في هذا الجانب، لانه ولكن الاعلام اللي تيكون مشحون بهذا تعطيه واحد الماده اللي تصبح موضوع ديال المشاركه، بمعنى ماده فكريه، ماده تاريخيه. مثلا هذه الثقافه ديال شنو هما ديال جيوسياسه الاديان مثلا، والاديان في العالم والدور اللي تلعب، وهذا الشيء كله، هذه المساله تحتاج واحد المعرفه معينه، واللي يمكن لها تصبح بطبيعه الحال غنيه جدا في المستقبل، وتلقاو لها الوسائل باش تولي بواحد اللغه ديال الاعلام. سنخرجوا من داك الشكل ديال الاكاديمي اللي كيكون صعيب باش في بعض الاحيان متعقد وما الى ذلك ديال الاكاديميات. سنخرجوا من داك البروج العاجيه ديال الاكاديميات، لان هذا التبسيط في حد ذاته راه واحد الحاجه، واحد المجهود كبير، وماشي باش نقلوا، لا، بالعكس تنزيدوا في المستوى ديال الاهميه ديال الاشياء، لانه وهذا هو اللي تيجعل انه الحمد لله كما هو الشأن بالنسبه لواحد المجموعه ديال المجالات، هذا مجال ديال المغرب، وكما هو مجموعه ديال الكراسي اللي موجوده في الاكاديميه المملكه، اللي غادي يمكن له يساهموا بواحد الشكل فعال داخل المجتمع، واللي بطبيعه الحال غادي نعتمدوا واحد المجموعه ديال المنشورات الاكاديميه وهذا الشيء كله، ولكن دائما بواحد الشكل ديال الحوار الاعلامي، ديال المواكبه الاعلاميه،
حتى يبقى من هذا الجانب يكون واحد النوع ديال التثقيف، لا كولتوراسيون ديال هذه الافكار الاساسيه. سي فوزي سقلي ما سخيتش بيك. الله يبارك فيكم، الله يحفظكم. شكرا بزاف، جينا عندك الفاس. شكرا بزاف، كنعطيوكم موعد ان شاء الله في اول حلقه ديالنا يعني بودكاست، غتكون اول الناس غيشوفوها ان شاء الله، وتنتمناو نشوفوك بصحه جيده ان شاء الله. مبارك عواشركم وشكرا بزاف. وموفقين ان شاء الله في شكرا العمل سيدي، ديالكم. شكرا.